معانا مرة تانية. 18 يوم صحوا جوانا الأمل وفتحوا طاقة نور وخلونا نعيش ونتنفس ونأمل في بكرة في مستقبل ولادنا، وغيروا أفكارنا، ومؤقتا لفترة قصيرة غيروا طباعنا، ودي تحتها 30,000 خط. يعني الموضوع خد أسبوع كده. 18 يوم تعلقنا بيهم وعشنا فيهم أيام جميلة جدا جدا، على صعوبتها وعلى الدماء اللي سالت فيها، دماء ولادنا واخواتنا، وعلى الجراح اللي هتفضل عايشة جوانا في ذكراهم كل يوم وكل ساعة إلى أن تتحقق ونحقق ما أملنا فيه، اللي خلانا ننزل. ال 18 يوم دول 18 يوم اتقال عنهم كتير واتكلمنا فيهم كتير، ولكن النهارده احنا بنقرا ال 18 يوم دول في كتاب ألفه يعني الحقيقه كاتب وصحفي عمل حصر لشكل الناس في ال 18 يوم دول، الطباع اللي احنا اتكلمنا عليها، الناس كانت عامله ازاي، الواقع على الارض كان عامل ازاي. معانا ومعاكم وضيفنا النهارده في يسعد صباحك الكاتب الصحفي الاستاذ فتحي المزين. يسعد صباحك استاذ فتحي. صباح الورد يا استاذه، متشكر جدا على الضيافه الجميله دي. اهلا بيك. اهلا بيك. اولا انا يعني انا عايزه اعرف انت كان في حاجه عايز تقولها قبل يعني البدايه؟ كويس افتكرتها. اسمحي لي في البدايه الاول بس اتفضل. ان انا عشان دي امانه. الكاتبه الصوماليه مقيمه في السعوديه، وهي من المحبين للبرنامج. هي بتهديكم كتابها الاستاذه سعديه عبد الله. انتوا لكم جمهور عريض الحقيقه يعني. فعلا فعلا الله. يعني. فارجو ان دي امانه ودي هديه، خاصه ان هي يعني جوازها كمان اسبوع. استاذه منى المخرجه تجيب لنا الغلاف بتاع الكتاب. الاستاذه سعديه فدي امانه لانها بتتابع البرنامج وكانت حريصه جدا يعني، فقلت لها حاضر من عينيا. احنا بنشكرها جدا جدا، يعني انا بدي لنفسي يعني الحق ان انا اشكرها بالنيابه عن زملائي واسرتي، اسره برنامج يسعد صباحك. بشكرها جدا جدا استاذه سعديه عبد الله شيره. شيرة هي كاتبه صوماليه، وده تقريبا من اهم الكتب او من اوائل الكتب اللي بتتكلم عن حياه الجاليات الصوماليه في الوطن العربي بشكل عام. انا بشكرها جدا جدا بالنيابه عن اسره البرنامج، وبقول لها يعني مش عارفه اقول لك كلنا حاسين بايه دلوقتي، ان احنا تعبنا بيجي بفايده، ان على الاقل ان احنا بنوصل حتى خارج مصر. يعني انا بشكرك جدا، بشكر كل اللي بيشوفونا بالنيابه عن كل زملائي. تسلمي يا استاذه. يعني انطلاقا من ده قبل ما ندخل في حديثنا، ان الكتابين مع 32 كاتب تانيين طالعين تبع منشور النشر لمن يستحق لاحد الدور الخاصه بدون ذكر الاسماء، لمديرها الاستاذ محمد سامي. بأطالب من البرنامج ان المشروع الناجح ده اللي طلع حتى الان 55 كاتب شاب، بأطالب الحكومة بتطبيقه، فليكن مشروع 100 كتاب في كل محافظة أو 1000 كاتب أو غيرها، لأن المشروع ناجح بشكل كبير جدا زي ما حضرتك شايفة، وبيجمع في زمايل لنا من المغرب، من العراق، من مصر، وهناك طبعا أدب الثورة. أكيد ده اللي هيخلينا ندخل بقى في الكتاب. أولا يعني كلمني الخطوط العريضة للكتاب عن يعني فعلا عن الواقع اللي كان على الارض في ال 18 يوم دول، ولا هو عن ايه بالظبط؟ يعني الخطوط العريضه اللي بسببها انت عملت الكتاب ده، الفت الكتاب. هي جايه من المشاركه. يعني المشاركه في صناعه التاريخ او المشاركه في الثوره نفسها. فبالتالي اقل حاجه للثوره دي واللي انت شفته ومشاهد كثيره لم يتم الالقاء الضوء عليها وشهادات وغيرها. فانا شفت ان اهم حاجه يجب ان انا اوثق ده في كتاب عشان ارجع الحق لاصحابه. حتى وعلى نفس النسق حضرتك هتلاقي ان في الجزء الثاني من الكتاب واحد من الميدان، وانفراد للبرنامج هنا في الجزء الثالث اسمه حكايه شهيد. وده هيكون على مستوى المحافظات، وفكرته بيتم العمل عليها حاليا، مش عايز احرقها. الاجزاء دي انت ابتديت فيها ولا الجزء الثاني 90% انتهى منه، وهيكون يعني ده 18,000 كلمه، لان ده بيندرج تبع مشروع لادب الشباب. الكتاب الثاني اكثر من 50,000 كلمه، فيكون 3 أضعاف هذا الكتاب. نتيجه حجم الدماء يعني خلال عام ونصف اللي فاتوا، يعني لان هو الجزء الثاني بينتهي في 2/6. 2/6 كان الطريف، يعني 2/6 كل حاجه في شهر 6. انا كنت سامعكم قبلها. الطريف يعني في تعليق حلو قوي لام خالد سعيد.
كانت في حفله التوقيع بتاعي مشرفاني في مكتبه الشروق بالزمالك، فقالت لي حاجه حلوه قوي، قالت لي وخد بالك 6/6 ذكرى وفاه خالد سعيد. فواضح ان هو شهر 6 مليان بالاحداث الكبيره يعني. لا وخصوصا خالد سعيد، خالد سعيد يعني في مفتاح كده، يعني هو كلمه خالد سعيد فيها مفتاح بتحرك الناس. ودي نقطة مهمة تدخلنا لخبر من يومين 3 ان هم كانوا رافعين قضية، وهم قالوا الكلام ده في حفلة التوقيع بتاعتي ونازلة طبعا. بس احنا مش عايزين يعني لا نقول لا مين ولا ليه، والناس من عارفة غير ما يعني تقول من غير ما تقول اقروا الجرايد عشان الراجل ده متفرغ للناس عموما، من غير ما تقول. خدت حكم ضده والامر منظور للقضاء يعني. هو انا في نقطة مهمة بس عشان المختلفين والمتفقين حول خالد سعيد، وده كنت بتكلم مع الاعداد فيه من شويه يعني وكده. فلنتفق او نختلف ان هو يعني مش عايزين ندخل في حاجات فرعيه ونقول ان هم مستوى مادي مستريح وليه اخواته في امريكا من زمان وغيره ولم ينتفعوا من الثوره على غير الصوره اللي اتنقلت في البدايه ولم ينتفعوا من الثوره، ولكن فلنقل يعني هو مبسوط ماديا، فلنقل ان هو يعني. الله يرحمه يعني، فلنقل ان هو فعلا كان مخطئ. هل عقابه كشاب وفي حجمه ده ان يتم قتله؟ امال هو تاجر المخدرات كان عملوا فيه ايه؟ فالتسويق فكره السيئه ان هو كان بيتعاطى او غيرها، دي فكره حمقاء يعني، عشان يداروا طبعا على الفساد الامني اللي كان موجود. لا عادي يعني. عادي خلاص يعني خلاص بقى الواحد يعني فاهم لما بتطلق هذه الاتهامات على كثيرين، فاصبح في وعي كافي لدى الناس ان هم يعرفوا يفلتروا ويطلعوا، يعني فاهم، يفلتروا الكلام ويطلعوه خالص. ولكن كمان يعني من المحزن، وده انا قلته في حفله التوقيع، ان بقى في سواق تاكس مثلا دلوقتي يقول لك انا زعلان عشان الشارع بتاعي بقى على اسم شهيد، فانا هضطر اروح اغير البطاقه وادفع 15 جنيه. يعني وصل الحال لنقد الشهداء والتشكيك فيهم الى هذه الدرجه. فده شيء يعني العيب مش عند اللي بيطلق هذه الاشاعات، ولكن العيب فينا ان احنا نصدق هذه الشائعات. احنا عايزين نرجع للكتاب. قول لي يعني اقوى الاحداث اللي حضرتك غطيتها او اللي كتبت عنها في الميدان، اللي اثارت انتباهك واثارت عواطفك يعني هو انا بادئ ما قبل الميدان والتمهيد المدفعي، التمهيد للثوره، من بداية جريدة العربي وحملتها ضد التوريث وغيرها، والمحطات حركة كفاية وحركة 6 إبريل 2004 و2006 ومدينة المحلة وأحداثها وخلاف الشهير لإبراهيم عيسى وحليم أنديل وغيرها، لأن دول يجب إلقاء الضوء عليهم اللي مهدوا. وصفحة كلنا خالد سعيد اللي كان فيها 330، وهي من بدأت وكتبوا الجملتين قالوا لو نزلنا 100,000 هل ممكن فعلا تتحول الى ثوره او مظاهره؟ وقد حدث فعلا، فهم لهم الفضل في فكره البدايه يعني. اهم الاحداث طبعا انا بلقي الضوء على بعض فكره التوثيق يعني التدقيق وارجاع الفضل الى اصحابه. فمثلا ناس كثيره قالوا ان هو لم احد يتكلم عن الثوره ما قبل الثوره، ما قبل 25 يناير. يوم 25 يناير كان في مقاله مهمه جدا، كان يكفي لاحداث ثوره للدكتور معتز عبد الفتاح في الشروق، كان بيتكلم بيقول لو خمس الشعب من الشباب قام هتقوم ثوره. دي نقطه جديره بالاهتمام. الاستاذ وائل انديل هو من اطلق الورد فتح في الجناين اللي خدها الديسك المصري اليوم فيما بعد. دي برضو اول ما نستخدم كلمه فلول الاستاذ محمد حسن هيكل في مقالته الشهيره سقوط خرافه الاستقرار في 1 فبراير. وقس على ذلك يعني اهم الايام مثلا ثورة جمعة الغضب بعد 25 يناير و1 فبراير ومذبحة أو موقعة الجمل ولحظة التنحي وغيرها. فيها توثيق بشكل عام يعني للأيام وللأحداث طبعا، ولكن توثيق زي ما قلنا برضو إن هو يعني أنا كاتب ده في ختام مفتوح مني للقارئ في الفصل الثالث، إن هو التوثيق هي وجهة نظر حاولت الحياد فيها، ولكن فاسني فيها الدكتور خالد منتصر بيقول فيها، بيقول ان الحياد اثناء الثورات واضح جدا انحياز القارئ للثوره. يعني هو كاتب مقدمه جميله جدا وكاتب حلو قوي، حاجه حلوه قوي كمان انا حتى قلتها في حفله التوقيع. قال ان الثوره زي ما بتطلع ياسمين وغيرها احيانا بتطلع طحالب، والطحالب طبعا اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها من شويه ان احنا قمنا بالثوره ضد النظام، ولكن فعلا لم نقم بثوره على انفسنا. وعشان كده زي ما قال هيكل ان أسوأ ما فينا بيحاول يقتل انبل ما فينا، وده الواقع. عشان كده احنا تقريبا في ازمه ما بعد 18 يوم خلال عام ونص. ولكن برضو انا بستشهد بمقوله الدكتور عماد ابو غازي في الحفله، قال ان ده شيء طبيعي ان الثورات كلها يعني شيء طبيعي ان تحدث. طب انا عايزه رايك، هل ترى ان احنا ما زلنا في ثوره؟ اعتقد
مقتنع بهذا الكلام؟ اعتقد ان هي مساله في الثوره. هو فكره ان التحرير مش موجود. هو لا 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 خالص، انا مش بتكلم عن التحرير. يعني اصل التحرير له قوه يتم استدعائها، ولكن هو حاليا برضه هرجع للسياسيه الشهيره ام خالد سعيد، برضه كانت بتقول لي الشباب مكتئب. هو في نظريه، وده منشط صحفي حلو منها، قالت نظريه خليهم يتسلوا ما زالت قائمه. وهو فعلا هي نظريه خليهم يتسلوا. ولكن انا لا الامور ليست على ما يرام. ماشي، انا لا اتكلم هنا عن من يتولون امور البلاد، ولكني اتكلم عن الناس في الشارع، الناس اللي نزلت واستجابت لما كانوا بيمشوا في كل شوارع مصر يقول لهم انزلوا انزلوا، انزل فاكر؟ انا بتكلم عن الناس دي. لا، هو في حاله فتور. الناس دي حاسه انها لسه في ثوره؟ لا ولا لا، هي الثوره موجوده ذهنيا، ولكن ميدانيا مش موجوده حاليا. نتيجه بس الطبيعه الحاليه، يعني نتيجه فكره ايه، طبعا بعض المؤامرات اللي بتحصل واحداث وحرب اللافتات اللي موجوده دلوقتي بين بورسعيد والقاهره وغيرها، وبعض الاحداث. يعني صناعه الفتنه يتم صناعتها جيدا للاسف، يعني الشيء الوحيد المخطط له زي ما بيقولوا يعني. لكن هي الثوره موجوده كفكره، ولكن على مستوى الارض حاليا هو الناس مستنيه الصندوق. يعني ناس كثيره يقول لك البلد مش هتهدى الا لما يجي رئيس. طبعا الاعلام والناس كلها بتتكلم على ده يدخل بينا لفكره الانتخابات الرئاسيه والموجود. هو انت ممكن تقولي لا تعليق، الناس اللي داخله كتير دي، او تقولي خفه دم شعب، او يعني احد المرشحين مع الاستاذ جمال منصور في احد البرامج طلع قال، عفوا مش هقول هو قال عايز واحد فاجر وقادر، مش هكمل الباقي قال ايه. طيب. احد المرشحين، هذا نوع من العبث يعني. الدكتور احمد عكاشه قال دي اضطرابات نفسيه الناس اللي رايحه. لكن لو بصيتي على الجانب الاخر هتلاقي ان تقريبا وغالبا هيبقى حوالي 10 مرشحين للرئاسه القادرين على الحصول على 30,000 توكيل رسمي. فلو في انتخابات رئاسيه في مصر بين 10 متكافئه، بين 10 مرشحين متكافئه، ده في حد ذاته انجاز يعني بالنسبه اللي كنا عايشينه قبل كده يعني. طب في الجزء الثاني والثالث من الكتاب، يعني الا ترى انه يعني من المهم انك تلقي الضوء على ما بعد الثوره، على المواطن المصري ما بعد الثوره، على اللي احنا بنقوله دلوقتي ده، ان هل هو نفسيا لا زال يستدعي روح الثوره، ام هو يأس وترك وعاد مرة أخرى إلى ما كان عليه من حالة الإحباط والخضوع والخنوع والإحساس بالذل والمهانة والقهر؟ هو للأسف يعني أنا كنت من ضمن الأسماء اللي كنت حاططها للكتاب لقد وقعنا في الفخ. فهو الناس كانت فرحانة قوي بفكرة سقوط النظام، وقعنا في الفخ ده وتركنا بس وصدقنا ان هو سقط. وتركنا احنا صدقنا يعني. وائل قنديل في مقاله ظريفه بيقول، الاستاذ وائل قنديل يعني مدير تحرير الشروق، فبيقول هو الرجل كلف او تنحى او غير محل اقامته، لكن النظام والسيستم بتاعه ما زال هو قائما للاسف الشديد يعني. فللاسف الناس رجعت تاني للسلبيه بتاعتها يعني للاسف. ومن هنا اهميه 18 يوم يعني من هنا اهميه الرجوع له. لكن استاذ فتحي معلش، يعني اسمح لي اقول لك ان اصبح استدعاء هذه المشاهد لدى بعض الناس، وانا هنا انقل عن الناس، انا لا اعبر عن رايي الشخصي، لكن انا انقل عن بعض من اتحدث اليهم من الشارع المصري، ان اصبح استدعاء هذه المشاهد لدى المواطن المصري اما تثير في نفسه الحزن واليأس والضيق، والشجن الى الضحايا والدم، واما لا يلتفت اليها نهائيا باعتبار انها ايام وعدت واحنا رجعنا زي ما كنا. فانا لا اريد ان اعيش يعني، حتى ما بقاش في ناس عايزه تتفرج على المشاهد دي، مش عشان هي رفضاها، عشان هي بتثير لديها آلام ان احنا اصبحنا بعد ما عملنا ده. هو ده برضو حاله الاحباط دي حاجه طبيعيه بعد الثوره. لكن انا هقول لك مثلا احد الوجوه المشرقه بس. هو الدكتور محمد البرادعي مش نازل انتخابات، ورغم ذلك حصل على 45,000 صوت. عايز اقول من دي بغض النظر عن الانحياز لشخص او اخر، وانا ما بقولش ده رايي الشخصي خالص اطلاقا، ان لا، في ناس شغاله وفي ناس عندها امل لبكره، وعاده طليعه الثوره بيكون عدد قليل. فاحنا مش عايزين نبص، لان احنا عدينا اهم مرحله، وفكره هي ايه، الخوف، او زي الدكتور عماد ابو غازي ما قال، مرحله الخوف قد ولد. فدي مهمه جدا، ونتطلع لقدام لعل وعسى. طيب يعني ككاتب صحفي كيف ترى يعني في رايك الشخصي كيف يمكن اشعال نار او شراره التغيير لدى المواطن، او
الرجوع مرة أخرى لحب الوطن وبناء الوطن والرغبة في تغييره والرغبة في النهوض به، حتى مع وجود معوقات كثيرة جدا 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 نعلمها. هرجع برضو للاستاذ محمد حسين هيكل، وهو اتكلم في حديث مهم جدا لجريده الاخبار وغيرها، اتكلم عن الشرعيه الناقصه. فهي فكره ان الكل حائر، الكل هو زي ان حد ظريف قوي كان بيكتب على عربيه الفول محدش فاهم اي حاجه. فهو محدش فاهم اي حاجه، والفطار بكره ببلاش، وبكره ده ما بيجيش على نفس خفه الدم بتاعت الشعب المصري. فهي المشكله ان الشرعيه ناقصه، يعني الميدان ناس كثيره مش مقتنعه بيه، وخاصه ان هو يعني يعني طليعه الثوره او غيرها متفتتين، وشباب الثوره ما عرفوش يعملوا كيان حزبي او كيان سياسي موحد. الميدان الانتخابات مجلس الشعب لم تفرز ولم تقف بجوار المراه المصريه التي ساندت الثوره او شباب الثوره اللي ضحوا بدمائهم وغيرها. ففي فكره الشرعيه الناقصه دي موقفه البلد. كطبيعتنا كمصريين، الناس كلها وكثير من الناس يعني اللي بتكلم معاها بشكل عام، والكل دلوقتي بقى يتكلم في الشأن المصري الخاص عشان البلد واقفه، وكل ده مرتبط بحياتنا. كله متوقف على فكره وجود رئيس، والكل بيقول ان بعد وجود رئيس الامور هتبدا. طبعا في تحديات كبيره، وسنظل من وجهه نظري، وانا قلت كده ودي مش تشاؤميه في الاول خالص، قلت له قدامك 5 سنوات، لاي حد اقعد معاه اقول له 5 سنين فتخبط مع حسن النوايا، مع حسن النوايا ومع التوافق بين القوى السياسيه التي لا تتوافق. بالظبط. يعني في تونس توافقوا وجابوا رئيس يساري، والاسلاميين حزب النهضه مسك لجنه التاسيسيه للدستور، توافقوا من البدايه. هم دلوقتي جايين يتوافقوا على لا هو دلوقتي في مظاهرات علشان خاطر وضع الدستور، والاساس في وضع الدستور الشريعه الاساس الاول والوحيد، الاساسي والوحيد هي الشريعه الاسلاميه. ففي مظاهرات بقى لها كام يوم دلوقتي. هو انا مسلم والحمد لله، ولكن انا هقول لحضرتك انا عندي، وكلنا مسلمين وحد لا يختلف. انا بتكلم على ان في وجود برضه في اختلافات عندهم، ولكنها ما بتزلزلش البلد كده يعني. انا حضرتك بتكلمي عن تونس، انا بتكلم بالنسبه لهنا الامور صعبه جدا يعني. ليه؟ انا لان هنا الامور، بس انا هقول لحضرتك حاجه بس. انا ليا صديق اسمه، دايما اقول الكلمه دي للتعبير بس يعني عن رؤيتي، انا ليا صديق اسمه ميشيل، ليا اصدقاء مسيحيين كثير يعني. فما بعمل له اي حاجه، اما بيعمل لي حاجه كويسه فبقول له تسلم، فيقول لي بعينك. فهذا نوع من المزاح. تصدق ما فهمتهاش في الاول، معلش الصبح الواحد بيبقى لسه مقفل كده. فهذا الله يقويكم على موضوع الصبح. لا عادي بقى خلاص. تكونوا مستحضرين نفسيا ومعنويا. فهذه هي العلاقه بيننا. انا كاتب يعني الحمد لله مسلم ومعظم اصدقائي مسيحيين، وهذا يشرفني. دي العلاقه. اصل احد الزملاء كان بيسالني بيقول هل مصر ممكن تقسم جغرافيا والصعيد؟ قلت له استحاله، هم بيلعبوا على وتر حساس، واديته المثل ده. فحفله التوقيع كلها وقعت من الضحك. والاستاذ مصطفى فرمان مدير عام الشروق فضحك وقال هي دي مصر فعلا، مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي والكلام ده. يعني لان مش عايز احرق الكتاب الثالث، ولكن هو لا بلاش تحرقه كله، احرق صفحتين 3 بس يعني. في جزء منه يعني في 50% منه عن ما يسمى بوحده الدم او وحده الهم او وحده الفقر بين المسلمين والمسيحيين. فنصف الكتاب عن الشهداء، عن الدم من هنا والدم من هناك، لان الكتاب عايز يقول اكتر من فكره يعني، ولكن هو جاري. دي بعض افكار الكتاب. ده بعض الافكار. طب ممكن اطمع في فكره كمان؟ يعني هو هيغطي اكتر من شهيد في اكتر من محافظه الموضوع يعني. وفي جهه معينه بتتولى الموضوع، فهو لسه بس في البدايات يعني. طب خلينا في الجزء الثاني. ايه الخط العريض للكتاب؟ برضه مش هينفع ما بلاش، لان هو هينطبق على كلام حضرتك. هو حاله من الاحباط للاسف. حاله من الاحباط للاسف. طب انا كمان برضه عايزه اسال في موضوع، مش بس موضوع العلاقه بين يعني اقباط ومسلمين مصر، ولكن انا بتكلم على الحقوق المهدره عموما. يعني احنا خلينا نعترف ان لاقباط مصر حقوق مهدره، ده شيء طبيعي. ولم تعود. ومن هنا هو داخل لك من الحته دي وبيضغط عليها. هو انت لو ما لهمش حقوق مهدره ما كانش هيدخل من الحته دي ويشوفها ان دي الوصله الضعيفه في السلسله بشكل عام يعني. لا ده شيء طبيعي يعني، ويجب ان احنا نعترف يعني. وانا عشان كده بيعجبني فكر الاخوان نوعا ما عن السلفيين في النقطه دي، انهم بيزوروا الكنيسه. يعني الناس فاهمه سياسه، فاهمه اصل هم ما فيش اسمها اقليه، ده نسيج من البلد. احنا يعني هذا نوع من العبث، محاوله الاصطدام بيهم او غيرهم. وهل ترى ان يعني هذه الزيارات وهذه الاحاديث الصحفيه التي يدلي بها والبيانات او التي يدلي بها المتحدثين باسم الاخوان المسلمين او بعض قيادات الاخوان المسلمين، هل هي بتعبر فعلا على ارض الواقع عن
توجهاتهم وعن تصرفاتهم وعن قراراتهم يعني هو الله من وراء القصد، يعني النوايا الله اعلم بها، ولكن هم لا انا بقارن اقوال بافعال. لا هم انا مش بتكلم عن النوايا، النوايا يعلمها الله سبحانه وتعالى. هم اذكياء سياسيا، بحيث لا اعتقد تماما ان هم ممكن يعملوا اي صدام مع الاخوه المسيحيين بشكل عام في صياغه الدستور في غيرها. قد تكون القناعات الشخصيه غير ذلك، ولكن لديهم موائمات سياسيه، على عكس طبعا اطياف سياسيه اخرى، اما اقصى اليمين او اقصى اليسار، يعني اما بمعنى يعني اما مع الدوله المدنيه، وانا احد انصار الدوله المدنيه، ولكن هم مع الدوله المدنيه ومزودينها حبه زي ما بيقولوا، مع الدوله المدنيه قوي قوي. او الجماعه الاخوه السلفيين، ولهم احترامهم لان لهم قوه في الصندوق بشكل عام، وكانت مفاجاه طبعا، ولكن دول اقصى اليمين. يعني ازاي الدكتور جمال حمدان اجمل حاجه قالها، قال الوسطيه المصريه حافظه القيم، الطبقه المتوسطه اللي طبعا كادت ان تختفي في حكم الرئيس المخلوع، ولكن هي موجوده، والطبقه دي طبعا الطبقه المتوسطه دي او حافظه القيم لو انتشرت واصبح لها وجود في مصر بشكل عام هتبقى دي رمانه الميزان بشكل عام. طب خلينا نرجع برضو لروح الثوره، وهنا نتحدث يعني حضرتك برضو معرفش ذكرت ده في الكتاب ولا لا، ان في بدايات الثوره عندما كنا نتحدث عنها على انها مظاهرات وحركات احتجاجيه، تمام، كان هناك في غياب تام لكل الحركات اللي حضرتك بتقول عليها دي. تمام. احنا برضو هنا لا نتكلم عن النوايا، ولكننا نتكلم عن ما رايناه على شاشات التلفزيون. تمام. اللي كانت بتتابع الاحداث يوما بيوم ولحظه بلحظه، ونسمع الاحاديث والبيانات الصادره من كل من في الميدان، ولكننا لا نسمع اصوات كثيرين يعني، ولا نسميها كل اعلم بنفسه يعني. وازيد عليكي ان هي في ناس حرمتها يعني، قالت خروج على الحاكم يعني، ولكن لعبه الصندوق دي لعبه خاصه، عشان كده من هنا جاي انت في فجاه بعد اسبوع من الثوره بقى 5 ايام بالظبط. يعني انا فاكره 5 ايام بالتحديد، السادس عارف الثورجيه فبتبقى عارف. لا في السادس ابتدت البيانات تتوالى من هذه الاحزاب وهذه الحركات. حضرتك ذاكر ده ان هم كانوا الاول ممتنعين، الاول رافضين، ثم ممتنعين، ثم صامتين، ثم مؤيدين. هم شافوا ازاي الكيرف بيتصاعد، دي اهميه التوثيق ده مكتوب يعني، حتى وهناك لمحه ساخره. احد الاحزاب والناس عارفه يعني، دكتور سيد البدوي عمل مؤتمر الساعه 12:30 بالليل، عايز يلحق يقول يا جماعه على فكره انا معاهم، انا معاكم، انا مش معاهم، انا مش معاهم. انا حتى قلت يعني انا عامل الكتاب ده من وجهه نظر عشان اقول انا معاهم يعني. عمي الله يرحمه جلال عامر، الف رحمه عليه، كان دايما عم حضرتك؟ لا يعني انا دايما اقول هذا يعني هو عمنا كلنا كمنطق بشكل عام يعني. لا اصل هو كان الله يرحمه هو الحقيقه وجع مصير، كان على علاقه يعني كان على تواصل معايا، وكان وعدني ان هو يعمل مقدمه للكتاب للجزء الثاني، الله يرحمه يعني. وهو على علاقه وثيقه، ام اسكندرانيه زي بعض، ام خالد سعيد برضو من الناس اللي زعلت عليه قوي يعني. فالناس دي قالت للاسف هو لعبه الصندوق مختلفه، هو ما كانش مع الثوره، هو مع النظام الحاكم ولعبه معينه سياسيه وديكور سياسي. لما الدنيا لقاها في فرصه ان هو يركب الموجه ركب يعني. وللاسف ان هو جاي دلوقتي يعني من الطريف ان امبارح برضو بدون ما نسمي يعني، ما هو المشاهد فاهم يعني، في حزب معين عايز يعفو عن نزلاء طوره وبيتفق وبيعمل اتفاقات، ودي رد عن الثوره يعني، دي كارثه يعني. لا هو رد عن الحق الحقيقه يعني، لان الشعب ده لديه حقوق يعني ليه حقوق لدى هذه او هؤلاء الناس. بس الناس طيبه يعني، الفلوس ترجع ما ترجعش ده لا ينفي الجرم يعني. يعني انا ليا صديق والله اعلم هذا ما سيثبته ليا صديق هو سامعني دلوقتي اسمه احمد عماره، بيقول لي يعني كل واحد هياخد مليار مثلا، يعني الناس بتفكر طب كل واحد هياخد مليون، وهو كليه تجاره، فجاب الاله وهنحسب بقى نشوف الدنيا عامله ازاي. لا ده احنا هنتنغنغ مش هناخد 10 جنيه حتى كل واحد. الكاتب الصحفي الاستاذ فتحي المزين، انا بشكر حضرتك جدا على لقائك الحقيقه الجميل ده، وبعود وبشكر الكاتبه الصوماليه سعديه عبد الله، بشكرها جدا جدا جدا، وبشكر كل من يتابعونا، وبنتمنى ان احنا دايما نكون عند حسن ظنكم، وبنقول بلسانكم كل اللي بيجيش في نفسكم.
بشكر حضرتك جدا. انا متشكر جدا وانا سعيد جدا مع حضرتك. انا بتابع حضرتك والاستاذه هاني، فانا بيعجبني المستوى الثقافي والسياسي الساخن في البرنامج بشكل عام. الله يخليك. وانا عارف ان الفقره كلها اتكلمت، هو دائما ما الكتاب بيجرنا للحوار السياسي اكثر منه الكتاب نفسه. فكويس نشوق القارئ عشان يتابعه يعني، ونتكلم احنا في السياسه فيشوف عقليه الكاتب بشكل عام يعني. انا بشكر حضرتك جدا. مشاهدينا بعد الفاصل بنعود ونتابع فقراتنا مع ضيوفنا على الهواء مباشره. واستاذ صباح.